أشكركم شكرا جزيلا. أنا الحقيقة سعادتي غامرة، واللي عايز أقوله ده أنا بحب دايما المهرجانات اللي يبقى أساسها الجاليات، لأن عارف يعني إيه، يعني ده اللي ما بقدرش أعتذر عنه إطلاقا، لقاء الجاليات المصرية في العالم في أي حتة. هي أنا عندي عقدة شخصيا من عمري كله، وأعتقد أن المصريين أغلبهم كده، حكاية الإحساس الغربة بالنسبة لي كانت مخيفة. أنا هحكي لكم حدوتة غريبة جدا. يعني الله يرحمه الفنان الكبير عمر الشريف، التقيت بيه قبل ما يموت بفترة كده، لأن هو كان صديق مشترك جمعنا مع بعض. جم زاروني في البيت هو والدكتور زاهي حواس، هو صاحبه قوي، فجم زاروني. فقلت له كلمة واحدة، قلت له أنا كنت دايما بحلم حلمت حلم متكرر إن أنا بتخانق معاه كل ما أشوفه. أتخانق معاه ليه؟ أقول له إزاي يا راجل تعمل في نفسك كده؟ يعني إزاي أنت قادر تعيش إزاي بره مصر؟ يعني شوف إحساسي كان غريب جدا، إن إيه خوفي من الغربة. عشان كده أنا ببقى حساس قوي لما تجيلي دعوة إن أنا ألتقي بالجالية المصرية في أي بلد، لأن هم لما بيشوفوا فنان من مصر بيبقوا أكنه زارها. فيعني لكن أنا شايف ما شاء الله الجالية المصرية كبيرة في نيويورك وكده، أعتقد عددها كبير، فده يعني مش هتحس بالغربة أبدا. وطبعا قريبا جدا تشرفوا برضه مصر. يعني انا متهيألي لازم ما تغيبوش كتير، يعني ما ياخدوكوش الشغل لدرجه ان يعني لازم ان لم يكن سنويا يبقى كل سنتين، لكن ما ينفعش انك تقعد بعيد عن بلدك واولادك يبقوا ما يشوفوش بلدهم الاصل الام. ده مهم جدا الحقيقه. فدي اللي انا برجوكم انكم تيجوا على نفسكم يعني تقتطعوا من وقتكم عشان ترجعوا لبلدكم. ربنا يخليكم. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا.